السلام عليكم، صباح الخير. أولا أرحب بكم وأيضا أشكركم على تلبية هذه الدعوة الكريمة، وكذلك أشكر زملائي مدراء المسارح الجهوية الذين تنقلوا بمختلف مناطق الوطن لحضور هذه الندوة التي تهم الجميع. إذن اليوم نتكلموا عن برنامج خاص بهذه التظاهرة المتعلقة بسنة الاستقلال التي انتجتها المسارح الجهوية، وهي أعمال كلها جديدة. إذن في أعمال راهي واجدة في انتظار الأعمال أيضا التي هي حاليا في إطار الإنجاز من طرف المسارح الجهوية. كما تعلمون عدد الأعمال هي 16 عملا مسرحيا موزعا على مختلف المسارح الجمهورية. إذن هذه الأعمال التي أشرف عليها 16 مخرجا، مجموعة من السينوغرافيين، الموسيقيين، مجموعة هائلة، عدد كبير من الممثلين من الشباب من مختلف مناطق الوطن. وأول عمل اللي راح نفتتحوا به هذا الشهر هو يتمثل في مسرحية المحتشد للمسرح الجهوي سوق هراس. إذن الجمهور سيكون مع موعد مع هذه الأعمال خلال شهر كامل أو أكثر من شهر، ليس فقط على مستوى المسرح الوطني الجزائري بل حتى على مستوى المسارح الجهوية وكذلك بعض دور الثقافة، إضافة إلى تنظيم أيضا عروض مسرحية وهي يعني في ساحة محمد التوري بما يعرف بمسرح الشارع، وكذلك في 3 ندوات فكرية كنشاط موازي أيضا على مستوى تظاهرة شهر المسرح. إذن هو مجموع الأعمال المسرحية كلها حوالي 100 عرض مسرحي، وهذا أيضا هذا شيء يعني إيجابي جدا. وأيضا ستكون يعني هذا الشهر أو هذه الصائفة يعني شهر مسرحي بامتياز. هو البرنامج راهو موجود يعني أمامكم. عندنا يوم الاثنين وهو 5 جوان، هي مسرحية المحتشد للمسرح الجهوي سوق هراس. عندنا مسرحية العاصفة للمسرح الجهوي أم البواقي. قهوة القانمي للمسرح الوطني الجزائري. 132 سنة للمسرح الجهوي وهران. الماضي يعود للمسرح الجهوي باتنا. رجال صدقوا المسرح الجهوي العلمة. اللاز المسرح الجهوي معسكر. أنفاس لا تخون المسرح الجهوي بسكرة. العملية الأخيرة المسرح الجهوي سعيدة. تحت الحصار المسرح الجهوي سكيدة. استراحة المهرجين المسرح الجهوي قاسنطينة. الجثة المطوقة المسرح الجهوي سيدي العباس. القصة الحقيقية للحرية المسرح الجهوي جلفة. تراب الجنون المسرح الجهوي بشار. العباس المسرح الجهوي الأغواط. لدى فاطمة سمر المسرح الجهوي تيزي وزو. هذه الأعمال كلها حتى أيضا اقترحنا على التلفزيون الجزائري إمكانية تسجيل هذه المسرحيات لأنها مسرحيات مهمة جدا، وبالتالي أيضا ستكون فرصة للجمهور الجزائري والمواطنين الجزائريين متابعة هذه الأعمال. وأيضا حتى التلفزيون الجزائري أعطى أهمية كبيرة لتسجيل هذه الأعمال. الندوات الفكرية هي عندنا 3 ندوات. الندوة يوم 17 جوان ندوة حول الكتاب بشتازي في أمريكا للكاتب حميد العياشي الذي يتناول الجوانب الخفية لرحلة بشتازي إلى أمريكا. هذا الكتاب هو من تأليف حميد العياشي مؤخرا، وأيضا يعني فكرنا أن تكون فيه أن يكون محل ندوة لأن بشتارزي كما تعلمون هو أب المسرح الجزائري وقدم الكثير للحركة الثقافية الجزائرية بصفة خاصة. السبت يوم 24 جوان حركة التحرير في المسرح الجزائري ومدى تأثير الرجال والنساء المسرح الثورة الجزائرية. يوم 4 جويلية هذه مسرحية أيضا باقتراح من المسرح، هذه ندوة باقتراح من المسرح
الجهوي الجلفاء في مواجهة المستعمر الفرنسي من فرونسانا إلى طريق بوكنان. إذن هذه الندوات الثلاثة التي سوف تنشط هذه الدورة الخاصة بشهر المسرح، إضافة إلى الجولات الفنية لمختلف المسرحيات عبر مناطق الوطن. هذا بصفة عامة المحاور الخاصة بالتظاهرات. فممكن إذا كان زملائي مدراء المسارح